طيب بقى لك خطه المشروع بتعتمد على ايه؟ في 3 حاجات مهمين واحنا بنحط خطه المشروع. اول حاجه هو الاحتياج. لازم ابقى عارف ان في اشخاص او في ناس محتاجه البرودكت ده، تمام؟ بس ده مش كفايه، لازم يبقى عنده الرغبه ان هو يشتريها. لازم يبقى عنده الرغبه ان هو يشتري البرودكت ده بعيد. مش بس كده، لازم يبقى عنده القدره ان هو كمان يشتري البرودكت ده. يعني ايه؟ خدوا بالكم بقى عشان الحته دي مهمه قوي. لو انا عايز ابيع ايفون، هبيعه لكلاس ايه؟ A ولا B ولا C ولا D؟ C او D؟ A او B. معظم الناس بتفكر كده، ان انا عايز ابيع ايفون برودكت غالي فانا هبيعه ل A او D. مظبوط؟ طيب معلومات حضرتك بقى، بص كده هتلاقي معظم اللي ماسك ايفون B و C. ليه؟ لان هو A و B هم عايزين تليفونات، بس هم مش شرط ان هم يشتروا ايفون. تمام؟ بالعكس ده نسبه كبيره منهم ما بيشتريش ايفون. تمام؟ طيب دي عايز يشتري ايفون بس ما عندوش القدره. عايز يشتري ايفون بس ما عندوش القدره. طيب بي وسي بقى، بي وسي عايزين يبانوا ايه؟ بي وسي عايزين يبانوا ايه؟ فبيشتروا ايفون. وده حقيقي، ده بجد، ده من ضمن من ضمن التسويق بتاع الايفون في مصر. هتلاقوا ان هم بيلعبوا دايما على بدليل ايه؟ هو لو الايفون للكلاس ايه بس كان هينزل بالتقسيط بالشكل المرعب الموجود على الفيسبوك ده ما فيش محل موبايلات غير منزل لك نظام ويقول لك ايه الايفون مثلا بحاجه و60000 تقسيط على 18 شهر. ما هو اصلا لو انت بتستهدف كلاس ايه هيشتري حاجه كده. تمام؟ فحضرتك انت لازم تبقى عارف كويس هو مين العميل اللي عايز يشتري وعنده القدره ان هو يشتري ولا لا. تمام؟ مش بكلاس بس، مش فكره كلاس بس،